بعد الفيديو ده اكيد هتلغي الاشتراك. لو بتدفع انتي فيروس كل شهر او كل سنه في امريكا او بره امريكا بيخوفك من حاجه عشان يخليك تدفع له فلوس كل شهر عشان يحميك منها، بيخوفك من الفيروس عشان تدفع له فلوس كل شهر للانتي فيروس. ويندوز اساسا بتديك انتي فيروس فور فري، هتاخد بتاع مايكروسوفت عشان النيتف بتاع الاوبريتنج سيستم. في ناس كتير بتشتكي من زوم ميتنج ان السبيكر مش شغال او الميكروفون مش شغال. بيهايند ذا سين مايكروسوفت عملت بوش للدرايفر، بس للاسف الانتي فيروس بتاعك غبي او يوقف الابديت. تعال اقول لك بقى الغي اشتراكات الانتي فيروس بتاعتك واستخدم انتي فيروس بتاع السيستم بتاع مايكروسوفت اوبريتنج سيستم. واخر الفيديو هقول لك الانتي فيروس اللي تستخدمه للماك. زي ما انت شايف كده انا هخش على الويندوز ماشين عندي، هدوس على السهم اللي فوق دوت وهخش على حاجه اسمها زي الايكون دي ويندوز سيكيورتي. ويندوز سيكيورتي ده بيبقى فيه كل التولز اللي انت ممكن تكون محتاجها، لايك مثلا واي فاي بروتكشن، ديفايس سيكيورتي، تقدر تعمل كاستمايز للسكان، تقدر تعمل سكاجوال سكان، تقدر تعمل ديب سكان، تقدر تعمل فول سكان، كويك سكان، في كل التولز اللي انت ممكن تتخيلها او تكون عايزها من انتي فيروس. ده النيتف بتاع مايكروسوفت اساسا. وخلي بالك لو ما لقيتش الايقونه دي تحت يبقى انت 100% عامل سبسكريبشن مع انتي فيروس. هتلاقي السبسكريبشن بتاع الانتي فيروس بتاعك اذا كان مكافي بقى ولا اي حاجه هتلاقيه عامل هولد على الانتي فيروس بتاع الويندوز نفسه، عشان مش عايز يعرفك ان في انتي فيروس اصلا نيتف مع الويندوز ماشين. فانت بتخش على الستارت منيو هنا وتدوس على السيرش وتكتب ويندوز سيكيورتي، هتلاقيه طالع لك. مجرد ان انت فتحته مره هتلاقيه طلع في البار، ترجع تاني موجود وتعمل ديسيبل للانتي فيروس اللي انت عامل له سبسكريبشن. ماك النيتف بتاعه ملوش اسم، يعني انت ما بتنزلهوش او ما بتشوفوش بعينك، ده شغال في الباك جراوند اسمه اكس بروتكت. لو عايزين بقى مور انفورميشن عن الموضوع ده ممكن تكتبوا لي في الكومنت واكيد انا هرد. يلا سلام.